على سلامتكم، ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين. الوصفه تاع نهار اليوم جبت لكم الجواز تاع اللحم باللوبيا ماشطو. هاد الجواز تاع وقته، يعني تاع فصل الصيف. اللوبيا ماشطو نلقاوها على عامي، هذا وقتها تجي فيه بنينه وطريه. الله الله، نبداو الوصفه على بركه الله باش ما نطولش عليكم. هنا نجيب المرميطه تاعنا، نحط فيها حوالي 4 ملاعق تاع الزيت. بيان سور الا عندكم سمن ديروا ملعقه صغيره تاع السمن. دايما كي نقول لكم طبخ تقليدي جواز تقليدي توجور بالسمن. انا حطيت المراسم تاوعي تاع اللحم. ولا عندكم دجاج ديروا الدجاج نورمال. قلوهم مليح، ما ديروا لي زيبيس ني بصل حتى يتقلى. توجور نقول لكم في الوصفه التقليديه السر تاع البدنه هو تقلي هذاك اللحم ولا الدجاج تاعك هو الاول باش ديروا له البصل، وكي يتقلى البصل ويدبل باش ديروا لي زيبيس اللي هما ما تكتروش منهم. درت الملح ودرت حرور نافسه عود قرفه. قد ما تكثروا من لي زيبيس تجيكم هذيك البنه تاع هذاك الجواز. يجيك شغل اللي نقطع بمروريه، تجي فيه واحد الاغيغكو ماشي كاع بنين. كلش غير بنين ما كاش. زدت انا ملقت غير شويه باش ما تحرقليش التقليه، رميت شويه حميصه كانت طايبه نص طياب. وغطيت الماء على هذاك اللحم، ما طيبتوش في لاكوكوط، انا طيبته غير في الطنجره. وطاب لي نتوما احرار طيبوه في لاكوكوط، طيبوه في الطنجره كيما حبيتو. غطيته حتى تغطى كامل هذاك اللحم تاعي. من الافضل في الطياب تاعنا ما تقعدوش تمرقوا وتعاودوا، يعني كيما تمرقوا المره الاولى سيو ما تزيدوش الماء، يعني ما تخلوش هذيك الجواز تاعكم ينشف لكم من الماء. ومرقوا بالماء سخون، انا درت هنا ما بارد كنت مزروبه نسيتو الله غالب. نتوما ديروا الماء سخون، ماء سخون، انا ما فندير الماء سخون كاين الخطره نسيت درت الماء البارد. جبت له بيا ماشطو تاعي حوالي تقريبا ما لحقتش كيلو، واحد 700 غرام ولا. قطعتها كيما شفتوني، تحبوا تخلوها طويله تحبوا تقطعوها على زوج. انا قلت خلي دي فوا هكا طويله دي فوا نقسمها على زوج. شلتها مليح ومن بعد درتها في القديره تاعي. ودرتها بارد في بارد ونديرها تغلي، كي تغلي لي غير يدخل لها طياب نحي لها، درت لها ملعقه تاع الملح بيان سور. ومن بعد كي غلات لي وطاب لي اللحم تماما، ربيت هذيك اللوبيا مشطوف مع اللحيمه تاعي. وخليتها زادت تكت حوالي 5 دقائق 10 دقائق يدخلها طيب هذيك اللوبيا مشطو. وتولينا كما نقولوا تدبال لنا مع هذيك المريقه الله الله. وتعقد لنا المريقه وتجيكم تشهي. هذا بقى كان راهو طايب الجواز تاعنا. دوك تشوفوا في صحة التقديم هنا في المرحلة هذه. كاين اللي يحب يدير لها البيض والمعدنوس والقارص، كيما حبيتو تحبوا ديروها نتوما احرار. وصفة يعني هذه تقدروا ديروا فيها على حسب الذوق تاعكم. فوالا هاي ليكم لوبيا مشطوب باللحم تاعنا في صحن التقديم. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاعنا اليوم تاني عجبتكم وفكرتكم بالماضي وفكرتكم بالزمن الجميل. نتلاقاو في فيديو اخر، ما تنسونيش تدعموني بتشجيعاتكم، راح تفرحوني بزاف. نتلاقاو في فيديو اخر، يلا مع السلامه.